بيان حركة حرية المجتمع الكردستاني للرأي العام. حركة حرية المجتمع الكردستاني التي عقدت مؤتمرها الثالث في 15 تموز 2022 كان من إحدى المقررات والتوجيهات هي تطوير والتنمية في العلاقات مع جميع القوى العراقية بدون استثناء، المتمثل في المستوى الحكومي والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وفي مستوى الشخصيات الأكاديمية والثقافية. وعلى هذا المبدأ كهيئة رئاسية جديدة وبمناسبة السنة 9 لتأسيس حركتنا أتينا إلى بغداد في هذه الأثناء من الصراع على الوضع السياسي في العراق. كنا في علاقات ومحادثات متواصلة مع الجميع خلال جولتنا في العاصمة بغداد لبناء علاقات دبلوماسية مع جميع القوى العراقية. قدمنا مشروعنا للحل السياسي بكل وضوح وشفافية إلى جميع بدون استثناء، وسنستمر في سلسلة لقاءات مع كافة القوى السياسية في الأيام القادمة. ولحد هذه اللحظة كان استقبال الأحزاب للمشروع الحركة جيد جدا ومتفاهمين حول كثير من النقاط، وبالأخص السيادة العراقية والتلاحم بين جميع القوى والمكونات. إن مشروع حركة حرية ضمان لمستقبل الزاهر لجميع مكونات والقوميات والأديان المختلفة في العراق. للعمل سويا ومعا علينا تطوير المشروع الديمقراطي في العراق. فتحنا باب العلاقات أمام جميع القوى العراقية مع تقديم المشروع المقترح لحركة حرية. ناقشنا وقيمنا الوضع السياسي والأمني للعراق وبالأخص أقليم كردستان وخرق السيادة برا وجوا والاغتيالات التي تطال الشخصيات السياسية والأكاديمية. جانب آخر من محاوراتنا كان إيصال ملف اغتيال عضو المؤسس لحركة وعضو الهيئة الإدارية لحركة حرية سهيل خورشيد ملقب بماموستا الشمال قبل 50 يوما بالأيادي المحتل، وبمساعدة الخونة من الداخل إلى الجهات المعنية. وطالبنا باتخاذ إجراءات أكثر من كل القوى السياسية والحكومية حول هذه الخروقات. كذلك تحدث السفير التركي للقنوات الإعلامية في أربيل قبل أيام حول استهداف أي شخصية لديه موقف من التدخلات والخروقات التركية. إن هذه التدخلات سابقة خطيرة وواضحة قانونيا ودستوريا على العراق وأقليم كردستان. المفروض بأسرع وقت حل هذه المشاكل مع تلك الدول، ومن هنا النقطة المشتركة بيننا وبين القوى المتحررة العراقية هو إيقاف التدخلات الخارجية على السيادة العراقية من أي قوة خارجية محتلة. وجميع القوى متفقين على مستقبل زاهر للشعوب العراقية، وعلى العراقيين أنفسهم تقرير مصيرهم ومستقبلهم، ولهذا نحمل جميعا المسؤولية والعمل أكثر في المستقبل لمشروع الديمقراطي المشترك. الهيئة الرئاسية لحركة حرية مجتمع كردستان 18 أكتوبر 2022 بغداد. وشكرا.